قال لي ودي اش بينك وبين الامير راه بغا يقطع عليك الراس. سرق لحمه بالاسمنت وكان يتبرز في يعني يقضي حاجته في مكانه. هكذا كانت تزممرت وكأنه رقعة من الجحيم. تزممات الحبس اللي ما كيتمناه حتى شي واحد، الحبس اللي كانوا فيه بزاف ديال الضحايا اللي مشاو مظلومين واللي تعذبوا فيه وماتوا بزاف ديال الناس، الحبس اللي مبني تحت الارض اللي مبني بواحد الطريقه ما تتخيلهاش، لدرجه الضوء ما كيدخلش منه، بغي واحد التقيبه اللي صغيره بزاف، ولدرجه الطوايط حاشاك ما كايناش، بغي واحد التقيبه ايضا اللي صغيره بزاف الصباع ديال اليد ديالك ما يقدرش يدخل فيها، وباش تقضي حاجتك خاصك ديرها في الطبسي اللي كتاكل فيه، ومن بعد تشدها بيديك وتفرتتها وتحشيها في ديك الثقبه باش ما تخنقش بالريحه ديال المخلفات ديالك. السؤال المطروح علاش تبنى هذا الحبس؟ وعلاش مبني على اساس التعذيب والموت البطيء تحت ظروف لا انسانيه؟ وشكون هما السجناء او المعتقلين اللي كانوا في هذا الحبس؟ هادشي هذا كامل غنشوفو في هذه الحلقه. نبداو. القصه كتبدا عام 1971. جنرال المذبوح واحبابه استغلوا الطلاب اللي كيقراو في المدرسه العسكريه باش يديروا بهم انقلاب على الملك الحسن الثاني. كذبوا عليهم وقالوا لهم غنخرجوا نديروا دوريه كيف ديما، ولكن هذه المره غنمشيو للصخيرات باش يشدوا شي ناس بغاو يديروا الفتنه في الصخيرات. هذه هي الكذبه اللي قال جنرال المذبوح واحبابه الطلاب، حيت قالوا لهم غنديروا انقلاب على الملك الحسن الثاني، الطلاب غادي يرفضوا. خرجوا وشدوا الطريق للصخيرات، وكانوا تقريبا كاملين ما عارفينش القصر الملكي فين كيتواجد في الصخيرات. فاش وصلوا بداو كيخليو بالرصاص ودخلوا للقصر الملكي بالاوامر ديال الجنرال المذبوح، وتصدموا الطلاب ملي شافوا على انهم كيديروا انقلاب على الملك الحسن الثاني بلا ما يعرفوا، وانهم مشاو مظلومين بسبب اعبابه والجنرال المذبوح. وتم القبض عليهم كاملين وحكموا عليهم من عامين حتى ل5 سنين، وكانوا قابضين عليهم في السجن العادي اللي كاين في قنيطره، وحتى الضباط الكبار اللي شاركوا في الانقلاب حكموا عليهم ولكن بالاعدام. ومن بعد شهور نقلوهم للمعتقل السري تزممات، وهادشي هذا كامل وقع بواحد الطريقه اللي سريه باش ما تدخل لا جمعيه حقوق الانسان ولا منظمه دوليه، والهدف هو العذاب وعلى انهم يقتلوهم بالموت البطيء تحت ظروف لا انسانيه. كهذا الكتاب اللي كتبه واحد من المعتقلين تزممات اللي سميتو احمد المرزوقي، واللي كيوصف فيه العذاب اللي دوز هو والاصدقاء ديالو في تزممات، وكيحكي على اصحابه كيف ماتوا وتعذبوا في هذا الحبس، كموت العربي ازيان اللي مات بسبب البروده، وانتحار ميمون الفاكوري من بعد ما مات الصديق ديالو في الزنزانه اللي كان كيحسبوا بحال خوه، زائد الظروف والعذاب اللي عاشها في السجن تزممات. وايضا كان ملازم بوجمعه واللي مات بسبب الروبيني كيقطع في الحيط، دار البروده في الحيوطه ديال الزنزانه وبسبب البروده ديال الحيط مات. وايضا كالسجين الاخر اللي مات بسبب الريحه ديال المخلفات ديالو. هادو كانوا غير بعض السجناء اللي ماتوا في السجن تزممات، واللي كيقول احمد المرزوقي في الكتاب ديالو على ان سجن تزممات كان فيه 58 زنزانه، كل زنزانه فيها 3 متر في الطول و2 متر في العرض، واللي كان كيلقبها بالقجار ديال لوقيل، وانه ما كاين لا غطا ولا فراش فين الناس، فقط غير الارض بالاسمنت. الموت ديال البروده في الشتاء والموت ديال الصهد في الصيف، حيت كان السقف ديال الزنزانه مصاوب بالقصدير، زائد المعاملات الحراس اللي كانت صعيبه والمدير اللي ما كيعرفش الرحمه، وحتى الماكله اللي كانوا كيعطيوها لهم بالحساب، جوج ديال اللقمات في كل وجبه، لدرجه فسد العذاب وخرجوا السجناء من الحبس تزممات وزنوا واحد السازين ولقاو فيه 29 كيلو. كنت خرجت بعدا فاش خرجوني وحيدوا لي هذاك باش وزنوني فيها 29 كيلو. فاش درت الصغير من بين 1973 حتى 1991 كانوا 58 شاب مغربي كيدوز عذاب في تزممات، والحاجه المهمه انهم كانوا بريئين من محاوله انقلاب واللي نفذوا فقط الاوامر ديال الرؤساء ديالو الجنرال المذبوح واعبابه. ومن ديك 58 شاب فقط 28 اللي بقاو عايشين لمده 18 عام في العذاب والجحيم، وماتوا 30 سجين بسبب الجوع والمرض والعذاب والوحده. كاين اللي تشلل وكاين اللي حماق وكاين اللي مات بسبب حبس تزممات. تزممات ما عمرو شي واحد كان غادي يعرفها فين جات، وما عمرو شي سجين كان غادي يخرج من داك العذاب، حيت كيف ما قلت كانت مبنيه تحت الارض، وتا واحد ما كان عارف بلي ديك المنطقه او ديك البلاصه راه معتقل سري، واللي كان بسبب واحد الطيار اللي سميتو مبارك طويل، واللي كان مزوج بوحده امريكانيه وبمساعده بعض الحراس تزممات، واللي كانوا كيصاوبوا بعض الرسائل لمبارك اللي فيهم كيفيه تعذيب هاد السجناء في تزممات. ومبارك طلب من مراته تعاونو، وهي اللي شدت ديك الرسائل وداتهم جمعيه حقوق الانسان اللي كاينه في امريكا، وبسببها وقع الضغط كبير على المغرب وقدروا يخرجوا السجناء من حبس تزممات.
هذا كان هو حبس تزمامات، الحبس اللي ماتوا فيه وتعذبوا بزاف ديال الضحايا بسبب جنرال مذبوح واعبابه. وهذا كان هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش واحد لايك، ابوني. الله.